السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب، في احسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد واللي هو القضيه نتاعنا تاع الاسبوع، ولا تاع نقضوا قد ما يزينا هكا اسبوع ولا 3 ولا 4 ايام، بما انه نحن عائله صغيره زوز بركه في الدار، يعني نقضوا هكا شويه وكي يفرغ هنا نزيدوا نشرو. المهم نشرو الحوايج الاساسيه اللي لازم ديما تكون في كل دار، الحوايج اللي ناكلوها نحن كعائلات جزائريه، كيما العجائن، كيما الروز، كيما الشكشوخه، ولا ما تعرفوا ذاك الدنيا سخانه، يعني الواحد يطيب حاجه خفيفه بركه ما يكثرش. المهم حبيت نوريكم المواد الغذائيه اللي رانا نستعملوهم نحن كعائله. ما نعرف نتوما تاكلوا كيف، كل واحد كيفاه ياكل ولا النظام الغذائي تاعو كيفاه. المهم هادو حنوريكم المشتريات تاعنا البسيطه المهمه، يعني الاساسيه في الكوزينه. اول حاجه راح نبدا لكم بها البنات هو الزيت، هو سلطان المائده. هذا هو الزيت اللي شريناه إليو، هذا ديما نشرو هذه تاع إطرتين، هاي ليكم هذه تاع إطرتين. والفين نشرو بالإطرة ولا نشرو 5 إطرات، والمرة هذه شرينا تاع زوز. هذه تاع زوز طول شويه، خاطر تاع إطرة سورتو كي تكوني تقلي ودير في الحوايج بالزيت راهي تفرغ ليه. شرينا هكا إطرتين زيت، هاي ليكم. وشرينا الخل، هاو ليكم هذا نهار محمض للتتبيل. شرينا القرعه هذه ديجا ناقصه وقيله نرجعوا. هاي ليكم الخل دي كيما تعرفوا السلايط وكل في الصيف ديما الواحد ساعات ما يطيبش، ساعات انا ما نطيبش، خلاص ندير سلطه بركه وخلاص. فالخل والزيت نحتاجوهم ياسر، يعني هما حاجه اساسيه ورئيسيه في الكوزينه. حاجه اخرى شرينا هذه الشوربه، هذه الرقيقه ولا واش تسموها، كل واحد واش يسميها. نسميها الشوربه هذه الرقيقه، انا نحبها نديرها. البنات تحبوا ديروها شوربه جيري هكا، ولا ديروها سهله ليه طيب، ولا ديروها شوربه بالحليب والزبده والفرماج تجيكم تهبل، خاصه مع السخينه هذه. انا ديما نديرها بالزبده، هاي ليكم نديرها ديما بالزبده، ولا تحطوها هكا شويه ما يغلي وبعد طيشوها، هي ليه طيب. طيبوها هكا شويه ماء وملح وزيت، تخلوها تطيب مليح حتى تشرب هذاك الماء. خلاص كي تكمل تنشف تصبوا عليها، تزيدوا لها الحليب وتحركوها هكا شوي، وتزيدوا لها مغرفه كبيره زبده هكاك مازالت وهي طيب ليه طيب. ومن بعد كي تهبطوها تطفوا عليها النار، زيدوا لها مغرف زبده اخرى. كل ما كانت الزبده ياسر تجيكم تهبل، تزيدوا لها مغرف زبده من فوق وتاكلوها بالصحه والهنا. باهيه هذه سهله وباهيه في الصيف، تشبع وتجيكم بنينه تهبل. جربوها يا بنات الوصفه هذيك، شنو نهار نديرها معاكم ليه طيب، وباش ما تبقوش في الكوزينه ياسر بما انه الدنيا سخينه والكوزينه والسخينه والنار والكل. هذه حاجه سهله وخفيفه، يعني اذا حبيتوا ديروها حتى الذري الصغار راح تعجبهم وياكلوها، يعني حاجه باهيه. شرينا تاني المقارونه هذه. حنا بنات العجائن في المقارونه والسباغيتي والاخرى الشوربه رقيقه نشرو ديما لا مارك اللي تاع محبوبه، انا تعجبني لا مارك تاعهم باهيه. الاخرى العجائن تاعهم ما تعجنش كي طيبيهم، هذه محبوبه باهيه. المقارونه هذه الشكل هذا باهيه تجيكم تهبل، خاصه تكون باللحم ولا دجاج وتكون محمره مليح تجيكم تهبل. هذيك شرينا كيلو. كل مره نطيبوا حاجه يعني في السمانه هكا، تعرفوا نهار مقارونه، نهار شوربه، نهار مقلي، نهار كيما تعرفوا. هاي ليكم هذه المقارونه هذا كيلو. وشرينا هذه الشخشوخه هذه فريده، هاي ليكم فريده هذه ابها وحده، ابها نوعيه ديما نشرو غير هذه وباهيه وتنزل فيها البركه، ديري شويه برك تولي لك ياسر باهيه مليحه. هذه ابها ماركه في العجائن، حتى هنا ديما نخيروا كل ماركه عندها حاجه معينه. مثلا المقارونه محبوبه هي اللي باهيه فيها في العجائن، المقارونه تاعها باهيه، جربوها يا البنات تهبل. ماهيش المقارونه، كاين مقارونات اخرين ما يعجبونيش نشريهم، طعمتهم خايبه ويعجنوا وما يطيبوش مليح وما يعجبونيش صح. محبوبه هذه ابها مارك في المقارونه وفي الشوربه كيف. وفي الثريده كيما قلت لكم الشخشوخه هذه ابها وحده الصنوبر، هاي ليكم.
هذه ابها ماركه، حتى هي شقشوقه هذه نديروها على مرتين هكا، طيبوا منها مرتين. هذه دير لنا مرتين، مره عشاء مره غدا مرة. هاي ليكم ديجاني سخفت عليها، لازم نطيبها ان شاء الله. ندير لكم فيديو وانا نطيب فيها كما راكم تشوفوا. هاي ليكم. وهذا وشي هو، هذا الرز. هاو ليكم هذا رز بسمتي هذا. هاو ليكم هذاك الرقيق هكا طويل، يجي باهي حتى هو مع هاو ليكم الكعبه تاعو كيفاه تجي رقيقه هكا طويله، كيما كي يطيب يولي هكا كيما الشوربه. هاو ليكم هذا هاو كيلو. هذا كيف يطيب لنا مرتين ولا ثلاثه، خاطر نحنا زوز عباد برك في الدار راح يكفينا يعني. كما قلت لكم هذا يكفينا مره ومرتين. هذا كيلو، راهي ثقيله الباقه باهيه فيها ياسر. هاو ليكم رز ابيض بسمتي هندي، هذا تاع الهنوده، هذا لازم ليه وصفه هنديه. هذا لازم ليه نشوف كاش وصفه هنديه. شفت مره واحده درت واحد الرز هكا، دارت وصفه هنديه ليه طاب ليها وما دارتوش في الكوكوط خلاص، درت له هكا التوابل ياسر والخضر وجلبانه وسناريه وكل، ودارته ليه هكا طاب جاي يهبل. هاو ليكم. وهذا بابي الومنيوم. هاو ليكم حتى هو شريناه. ساعات ندير حاجه في الفور، خاصه هاد اللي ندير شويه دجاج بطاطا ومعه شويه وش اسمه فلفل وطماطم وبصل، ونديرهم في الفور نقفل عليهم بالبابي الومنيوم ونحطهم في الفور حتى هما ليه يطيبوا غدا خفافي ولا عشاء ولا كما تحبوا نتوما. واصبروا زيد نوريكم واش شرينا واحده اخرى. هذه مشتريات بسيطه برك تاع قضينا تاع الاسبوع ولا تاع المهم حسب ما يزينا، ممكن اسبوع ممكن اقل، المهم كل يوم الواحد واش يطيب. نزيد نوريكم واش شرينا حاجات اخرى يعني لليوم. وهنا البنات شرينا هذا الياقورت تاع اليوم برك، تاع من بعد ناكلوهم يعني تاع الليله وخلاص. وهذه الياقورت هذه اللي نحبوه تاع الخوخ. وشرينا هذه البط تاع الفرماج فيها 24 كعبة. وشرينا هذا بدون تاع الجرين. هاوديكم هذا دوز. هاوديكم راهو حتى هو ب30,000 وقيلة ولا ب28,000 وباهي. هذا دوز البنات شروه ننصحكم بيه، الجبل تاعو باهي ومدوزي صح قوي يعني. هذا تقدري تزيديله الماء خاطر قوي ياسر، يدير لك حتى زوج بوادين، يدير لك بدون وبدون اخر، تقسميه على النص. واذا حبيتي يعني تزيدي له الماء ديريه زوج اخرين يعني اللي يحب يقتصد ولا يستحفظ عليه. باهي هذا تاع بدون خير من القرعه هذيك تاع ايطرا خاطر صغيره ليه تفرغ. نشرو بدون خير. هذا هو البنات القضيه نتاعنا تاع اليوم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش كي نهبط فيديو جديد يوصلكم. وخلوا لي تحت تعليقاتكم وقولوا لي نتوما تقضوا كل يوم ولا كل سمانه ولا. ومن بعد درك نصور لكم اذا درت فيديو واحد اخر نصور لكم مشتريات تاع الخضر والفواكه، نصور لكم في الفريجيدير والشرينه واش درنا كل. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو الخفيف الظريف. وتبقوا على خير البنات، وشكرا لكم على تعليقاتكم، وشكرا لمتابعاتي اللي جو من قناتي الاخرى رحمه الشاويه رقم 1 هذه رحمه الشاويه رقم 2. ان شاء الله تشتركوا في قناتي وتعجبكم القناه ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله، ونفيدكم ونفيدوا بعضنا وخلاص. وباي باي البنات.